كامله. ملي كنستهدفوا عبد اللطيف الحموشي، راه ما كان ماشي الغايه هو عبد اللطيف الحموشي، راه غدا غيمشي في حالاته، راه كانوا قبل منه، ولكن الغايه هو اننا نضرب الجهاز نستهدفوا ليك. وعلاش كنقول هذا الشيء وعلاش بالضبط كنقول هذا الشيء؟ لانه فعلا استفزني واحد الفيديو، وانا نقول لك انا بالنسبه لي هادو كنلقبهم بالحجامه، لان الصوم على طاحت ملي كيتكثر الاعداء عليك ولا ملي كيبغيو يستهدفوك في واحد الرمزيه كيضربوك. وباش نعطيك واحد الخلاصه اخرى عاوتاني باش نسد معاك هاد القوس هذا قبل ما نوريكم الفيديو اللي بزاف منكم غيشوفوه وغيستفزهم، حيت غنشرحوا لك وغنبسطوا لك بالخشيبات. حتى واحد من هادو اللي مورايا ما عنده ميزانيه، كاين اللي عنده ميزانيه ديال العسكر كياخذ من الدوله وعنده فين ها لي صالير اللي فين كاين عبد اللطيف الحموشي ما عنده حتى ميزانيه تابعه لوزاره الداخليه بعدا، الا بغى يطالب غير بالزياده ديال الاعداد ديال الامن الوطني مشكله، تسنى الميزانيه ديال الداخليه واش غتزاد فيها الجانب ديال الامن ولا ما غتزادش. واش ملي كتجي تشوف كتلقى 2023 ميزانيه كامله واحد 13 مليار ديال الدرهم، حتى اخر نوش كتسالو 17 مليار ديال الدرهم بوحدو. هي دوك المحروقات كتسالو انت 17 مليار ديالك، فبالك الامن الوطني كامل اللي كتخرج من الدار كيبانوا لك بصافيطات بغيرهم من الاشياء مازال ما وصلوش، ما بين اللي خرجوا تقاعد واللي كيدخلوا كل عام مازال ما وصلناش 120 الف في المغرب كله من طنجه حتى غير ماتش واحد في الوداد والرجاء لاعبين لك في كازا كيجي عدد الجمهور اكثر من الامن اللي عندك في المغرب كامل الوطني.